السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهارده دبابيس فراخ بروستد باحسن تتبيله، وبتبقى مقرمشه ولونها دهبي ومستويه. نبدا بسم الله. معايا هنا دبابيس فراخ صغيره او فرخه مقطعه على 8. هنغسلها كويس وبسكينه نعمل لها فتحات عشان التتبيله تدخل جوه وتستوي كمان من جوه ومن بره. اول حاجه هنعمل محلول النقع. معايا هنا لتر ميه، معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار خل، معلقه كبيره طحينه. الطحينه دي بتشيل الزفاره او اي ريحه مش كويسه. عصره ليمونه، هندوبهم كويس. الخليط ده بيخلي الفراخ تستوي بسرعه. هننقع الفراخ فيها ونسيبها ساعتين 3. بعد كده هنغسل الفراخ ونصفيها. بعد كده هنجيب كيس هنضيف فيه البهارات بتاعتنا، عباره عن معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر، فلفل اسود، كزبره، ملح، بابريكا، مرقه دجاج باودر ممكن نستغني عنها. هنضيف عليهم 4 كوبايات ميه، عصره ليمونه، معلقه كبيره خل، بصله مبشوره. هنصفيها وناخد العصير بتاعها نضيفه للخليط ده. احنا بعد كده هنضيف الفراخ للخليط ده ونقفل الكيس ونرجها كويس ونبيتها في التلاجة ليلة كاملة عشان تشرب من التتبيلة دي. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كده الفراخ بقت جاهزة معانا. في بولة هنفتح الكيس ونفرغ الفراخ، هنخرجها من التتبيلة دي ونصفيها. تعالوا بقى نعمل الخليط. معانا هنا كوباية دقيق، نص كوباية نشا، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، بابريكا، بيكنج باودر، ملح، فلفل اسود. هنقلب الخليط ده كله مع بعضه كويس قوي. هنزود له تقريبا كوباية مية. احنا هنزود مية لحد ما القوام يتقل شوية عشان يثبت على قطع الفراخ. وهنعمل خليط التغطية الأخيرة. كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، كركم، فلفل اسود، بيكنج باودر. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بعد كده هنزل بالفراخ في الخليط اللي هو السائل. هنقلبها فيه كويس شوية لحد بس ما تاخد منه. وبعدين نحطها في خليط التغطية، هنقلبها فيه شوية عشان بس تتماسك الخليط يتماسك على الفراخ. ممكن تقلبها 10 تقليبات كمان. ولو حابة الطبقة تبقى سميكة ممكن ترجعي تحطها في خليط السائل تاني وترجعي تحطها في خليط التغطية، يعني ده حسب راحتك. بعد ما قلبنا الفراخ كويس هنهزها كده عشان نخرج كل الدقيق منها ونصفيها من الدقيق وتدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنعمل باقي الفراخ كده بنفس الطريقة لحد ما تخلص معانا. وفي الوقت ده على البوتاجاز هنحط الزيت على النار في حلة عميقة عشان تغطي قطع الفراخ. الزيت هيكون سخن جدا. ننزل بالفراخ لمدة 5 دقايق وبعدين نهدي النار شوية تقريبا 15 دقيقة، وبعدين في اخر 5 دقايق هنعلي النار تاني قبل ما نطلع الفراخ عشان تديها قرمشة كويس. هنعمل صوص يتقدم مع نص كوباية مايونيز، معلقة مستردة، رشة صغيرة جدا شطة، معلقة كاتشب، وهنقلبهم كويس مع بعض. وبكده هبقى جاهز معانا للتقديم. لو حباها سبايسي ممكن تزودي شطة في كل الخلطات بتاعتنا. وبكده الفراخ بقت جاهزة معانا. بألف هنا وعافية يا رب. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.